بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده من فوق السطح. طبعا هنأكل الطيور ونكنس مكان المعزة. هنحبس بقى الطيور اوام اوام كده مع بعضينا عشان هنكنس بقى المكان، لان المكان بقاله كتير قوي ما اتكنس، فيه ريش بقى وفيه حاجات زي ما انتوا شايفين. هنروقه اوام اوام كده مع بعضينا ونكنسه. الفراخ طالعه تجري. طبعا زي ما قلت لكم هنروق اوام اوام كده ونكنس المكان. المعزة بقى عمالة رايحة جاية رايحة. المعزة طولت شوية، بقالها سنة ونص. دي عمرها سنة ونص. ايه؟ في الشتاء بقالها سنة ونص. في الشتاء الجاي ان شاء الله. الديك ده هيطير، هينزل من الشباك على فكرة. بصوا اهو، شايفينه؟ ريحته تاني. هي المقشة فين؟ نص الشهراوي. مين اللي قال كده؟ الكبار اللي قبلينا اللي قالوا كده. مين؟ الكبار اللي قالوا كده. امال احنا كنا بنكنسها ليه قبل كده؟ حرام ليه يعني؟ مش فاهمة. هو قالوا عيش عشان الدور ما تنساش. هما مين دول؟ سيبتك يا طلاق. هي الست دي كانت شيخة؟ أكيد أحسن من الشيخ. لا والله حرام يا جماعة. لو سمحتوا بجد ما نكنس العشة بتاع الفراخ بالمقشة. هو حرام بجد ولا لا؟ يا ريت اللي عنده معلومة زي دي يكتب لنا في التعليقات. بس احنا على فكرة في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنكنس بالمقشة. انتي افتكرتي ستك النهارده؟ لا ما افتكرتها النهارده. البط زي اللي حالق عند الحلاق. حلاق. لسه خلصتي. انا نسيت الاغنية. نسيت. سلام. الجو هنا طراوة قوي على فكرة، رغم ان الشمس حامية قوي. في المنزل. الموزة يا موزة. شوها يا حاجة رشيد. تعالي تعالي ماما. دي طولت يا حبيبتي. كده انا وديتها 10 عشان تبقى ويبقى عندها معيز تاني ان شاء الله. حتى كانت وحشه ازاي؟ شفت ام احمد في ثواني غيرت المعالم بتاع الحته. ايوه العب بيها.
طبعا لمت الريش وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. شايفين والله العظيم انا مش شايفه حاجه. والله العظيم انا شايفه كده. شايفه الريش؟ بس انا مش باصه عندك، انا باصه في الفيديو. في ناس من العشه الرشيده ايوه عشان ما تاكلش الريش وتتنفخ. ما يعني انت ماليه العشه ريش وتقولي تتنفخ؟ هي زمانها كلته اصلا. يا ماما جوزة بس يا عبد الحميد. عبد الحميد خلاص كده بقى ام احمد تقريبا يعني خلصت تقريبا. لمت الريش كله عشان المازه ما تتنفخش. امال هو الديك عامل كده ليه؟ ما بياكلش والله والله ما بينزل ياكل. ليه؟ عشان كده، عشان طاير فوق كده على طول. دخل البطن يوم. عايزه تشربي؟ انت هتنزليه ازاي بقى؟ لقيت انت عندك ميه؟ لها ميه. بدي اشوفه. ام احمد بصوا ام احمد يا جماعه، بصوا ام احمد مالها ام احمد يا ام اسامه؟ هتشوفوا المفاجاه. لقيتها بتقول لي المفاجاه. انا كنت لسه هروح على عنبايه اجيب لي عنقود عنب، شفتوا؟ ولقيتها جايه لي بالحله. قطع العنب. شوف على ايه؟ طب هو قطعه ليه دلوقتي؟ عمل العصافير كلته. احنا مش عاملينه. بصي عصافير. ما هو ده اللي تحت الورق اللي هو كان في النص. هو بقى قال ده كله بايظ من الاكياس. لقيته مقطعه وقاعد هو وولاده على قال لهم خدوا كلوا بقى عنب اهو. شفتوا يا جماعه العنب جميل وشكله حلو قوي. والله المفروض كنا جبنا ام احمد وهي بتقطع العنب بصراحه يعني، ولكن مع خلاني نايمه الاسف بقى لانها جابت حله عنب كده مفاجاه من غير ميعاد. يا سلام وزي العسل. يا سلام يا سلام هي مسكره على فكره ومستويه، بس مش السوى للدرجه العاليه يعني، بس حلوه ممكن تتاكل. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ده كله عنب. بص المعزه، بص المعزه. خد يا رشيد. بصوا رشيده ايوه بتاكل عنب. ام احمد مش هرماها من حاجه. ام احمد دي تعمل اي حاجه يا جماعه، اي حاجه. كانت واحده. خدي كمان واحده. طبعا يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك ودعمكم لأم أسامة على قناة دربكة ولعبكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشري حشري حشر هتتخني.